السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، إن شاء الله يلقاكم بخير ومهنيين يا رب العالمين. بعد ما نصلي ونسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. راح نشارك معكم هذا الوصفة الرائعة تاع المسكوتشو ولا مسكوتة، طريقة سهلة وبسيطة، مقاديرها مضبوطة وراح تنجحوا فيها من أول تجربة. هذا المسكوتشو ولا مسكوتة كل واحد كيفاه يسميها، تجي خفيفة خفيفة قطن. ديروها الكوتي تاع العشيه لولادكم، تديوها تقدروا تديوها في يديكم كي تروحوا ضياف ولا جاكم ضيف على غفله، مامبا 5 دقائق ولا 7 دقائق راح تحضروها. تبعوا الوصفه للاخير وراح وتبعوا الفيديو للاخير ان شاء الله ويعجبكم. ما تنسوناش بالجام ولي كومنتير. نترحموا على الموتى تاعنا، ربي يرحم موتانا وموتى المسلمين، ربي يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ربي يرزق كل محروم من ذريه، ربي يصلح وليداتنا ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله نتمناو كل واحد ان شاء الله يحققوا ربي الامنيه تاعو. هنا نروحوا للمقادير تاعنا. عندي هنايا بطاطا ياغورت تاع المشماش. هنا نتوما ديروا الذوق اللي تحبوا، ديروا تاع المشماش، ديروا تاع الخوخ، ديروا الذوق اللي حبيتوه. عندي الزيت، عندي السكر، وعندي ودرك نعطيكم المقادير المضبوطه. عندي الحليب، عندي لافاني، وعندي البيض، وعندي الخميره. هنا راح نبداو بالبيض. نكسر حبات البيض تاعي، عندي 3 حبات بيض. هنا المول تاعي يهز لي 3 حبات بيض، انت على حساب المول تاعك تقدري ديري كثر وتقدري ديري قل. هنا نكسر البيض تاعي كما راكم تشوفوا ونخلطهم. انت تقدري تخلطيهم حتى تخدمي باليد ولا تخدمي بالباتير ولا تخدمي بالفوي كيما تحبي. هنا نجيب بعد ما كسرت البيض تاعي نجيب السكر. هنا السر تاعي باش ما تجيكمش المسكوتشو تاعكم حلوه بزاف، هنا ندير 9 مغارف بهذا الشكل. نهز مغرف نحركها مليح باش ما تكونش بومبي. المهم تجي مسطحه ما تجيش بومبي. تبعوا الوصفه للاخير راح تحصلوا، مستحيل تزيدوا تخلاو عليها. درت هنا 9 مغارف، وهذا المغارف ان شاء الله يكونوا كامل عندكم. هذا المغارف هذو ما همش كبار، هذوك كاينين واحد النوع تاع المغارف كبار بزاف وكاينين شويه ها هما كي المغارف راني وريتها لكم. نظن اغلبيه البيوت الجزائريه عندهم هذا المغارف هذو. هنا درت قرصه تاع ملح ونجيب الباطير تاعي ونخدم البيض والسكر. نخلط البيض تاعي مليح والسكر. هنا ملاحظه اللي بغات ديرها بالفاني، ها هي دير بالفاني، ودير الياغورت، دير الياغورت تاع كيما نقولوا هنا تاع خوخ ولا مشماش ولا بنان ولا الفراز ثاني تقدر دير تاع الفراز. واللي راح ديرها تاع الشيكولا مثلا دير الكاكاو ودير فيها ياغورت تاع الشيكولا. هنا درت نص مغرف مليحه تاع لافاني ودرت 9 مغارف تاع الزيت ثاني موش معمرين حتى يفسيحوا عادي. 9 مغارف تاع الزيت. ونكمل الخلط تاعي، نخلط مليح حتى يذوب السكر، ونخلط الزيت ثاني مليح. الزيت هذا البنات السر تاع المسكوتشو ثاني خلطوها مليح، تتخلط مليح مع السكر والبيض. نزيد هنا درت 6 مغارف تاع الحليب. عليها قلت لكم راني مبغيتش نقول لكم كاس قلت لكم هنا انا عطيت لكم المكونات لكن ما عطيتكمش المقادير على الاول. هنا راح ندير ها شوفوا بطايه تاع ياغورت فيها 3 مغارف، كيلت جاوني 3 مغارف. هذاك الحليب اللي نقصته ما درتش 9 مغارف، درت 6 تاع الحليب وزدت 3 مغارف تاع الياغورت. كما قلت لكم ديروا الياغورت اللي حبيتوا، ديروها بالكاكاو، ديروا فيها الكاكاو تاع الشيكولا، ديروا بطاطا ياغورت تاع الشيكولا، بغيتي ديروها بالفاني ديروها بالياغورت اللي الكول اللي تحبوها. هنا درت 9 مغارف تاع فرينه، درت باكي خميره. انا وريت لكم زوج لكن انا درت في المول تاعي درت واحد برك.
هنا ودرتها على مرتين. صيرت المره الاولى شويه، خلطت مليح وزدت كملت الكميه الباقيه. عفوا 9 مغارف فرينه وباقي خميره. هنا جبت هذا المول، عندي هذا المول قديم بزاف، دهنته بالزبده ودرت له الفرينه وحطيتها. طابت لي تقريبا 20 دقيقه. انا هنايا ما شعلتلهاش الفوق، خليتها طابت كي الفوق كي لتحت. كي تكون الكوشه تاعكم سخونه مليح تقدروا تطلعوها شوي برك الفوق وتخليوها طيب بعقلها، طيب لكم كي الفوق كي لتحت. هنا راح انا جبت هنا هذا هذا الصحن تاعي وقلبت فيه المسكوت. وشوف كيفاه طابت. كيما قلت لكم ما شعلتلهاش الفوق. طلعوا الشباك تاعكم شوي الفوق وطيبوا المسكوته تاعكم، طيب لكم الداخل مليح باش ما تجيش معجنه وتجي مبلوله، وتزيدوا تحمر لكم الفوق بلا ما تشعلوا لها الفوق. السر تاعها ما تخليوش الشباك تاعكم في النص، طلعوه الفوق. هنا عندي هذا الشيكولا تاع المرجان بنينه بزاف. راح ندير خطوط نزينها خطوط عادي. شوفوا تقدروا تزينوها بالشيكولا، تقدروا ديروها سكر كلاصي برك، تقدروا ديروا المعجون تاع المشماش وديروا الكاوكاو ولا المكسرات اللي عندكم، تقدروا تذروا عليها طرف السكر تحصلتوا على احسن مسكوته ولا مسكوتشو كما يسميوها. تقدروا تديوها معاكم كما قلت لكم في يديكم، تقدروا تديروها هكا قوتي لوليداتكم في رمشه من العين تحصلوا على احسن مسكوته. هذه هي الطريقه اللي تحصلت عليها، جات من اروع ما يكون، جات خفيفه وصدقوني بهذه الطريقه ما تجيكمش حلوه بزاف وتقهم، راح تجيكم من اروع ما يكون. هاني درت لها خطوط عادي جدا، تقدروا تتخلاو عليهم كما قلت لكم، ديروا السكر برك، ديروا معجون وديروا نواه كوكو، ديروا كاوكاو، ديروا المكسرات اللي عندكم تقدروا ديروهم. انا هنا عندي هذه العجينه تاع البيستاش وعندي شيكولا تاع تقدروا هذيك الشيكولا اوبتيلا تقدروا. هنا عندي شوي مكسرات، عندي الجوز هكا خشين ولحتوا عليها الفوق كما قلت لكم، تزينوها كما تحبوا، نتحصلوا على احسن مسكوته ولا مسكوتشو من اروع ما يكون. تجي خفيفه وبنينه، تجي من اروع ما يكون. درتها الامسيه تاع الجمعه، نديروا طعام الله الله نشارك معكم ان شاء الله طعام بيض طلبته مني حبيبتي يعني ما نسيتهاش. ودرتها انا درت طعام حمر وبربوشه حمراء كما يقولوا. ان شاء الله هاني ندير معكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.